هدف الزمالك في بيراميدز بدايته غلطة من مهند لاشين. هنا هتلاقي إن مهند مع الكورة وقدامه في 5 لعيبة من بيراميدز بيهاجموا خط دفاع الزمالك، وهتلاقي إن زلاكا بيحاول يجري في ظهر فتوح في المساحة اللي موجودة بينه وبين حسام عبد المجيد. وهنا كان ممكن مهند يلعبها له بسرعة، بس مهند قرر يتقل على الكورة وما يلعبش. كان جنبه وجاي يستلم منه كمان وليد الكارتي، وكان ممكن يلعب له وكانت هتبقى لعبة ممتازة، وهقول لك ليه. لأنه لو لعب لوليد ووليد لعب على طول لأوباما كان هيبقى بيراميدز عدى نص ملعب الزمالك تماما وبقى مواجه لخط الدفاع. بس الحقيقة إن مهند اختار أصعب اختيار، حاول يلاقي الشيبي اللي أصلا شيكوبانزا وشحاتة يعتبروا وقافلين مسار التمرير بتاعه، وفتوح كمان كان ابتدى يقرب من بعيد عشان فعلا مهند يغلط لأنه اختار الصعب واداها بسهولة لشيكوبانزا. شيكوبانزا لما قطع وراحت الكورة لشحاتة انطلق على طول في المساحة، وطبيعي تبقى فاضية لأن الشيبي كان طاير زي ما انت شايف. شحاتة قدر يلعب لمنسي بين الكارتي ومهند، ونزول ناصر هنا كان ذكي جدا لأنه صعب على قلوب الدفاع قرار إن حد يطلع وراه علشان المساحة في خط الدفاع ما تتفتحش. ولكن مع ذلك مبدئيا الوضع يعتبر 3-3، ودفاع بيراميدز مضيق المساحات في خط الدفاع وصعب اختراقه فعلا مبدئيا. وليد الكارتي لما شاف الموقف كده حس تقريبا أو أصلا عارف إن مرعي مندفع، فشاور له أخر نفسك وما تطلعش تضغط، أنا راجع. أصل تخيل معايا لو مرعي ما طلعش كان شيكوبانزا هيضطر يستنى ويأخر نفسه شوية، ومساندة الشيبي ومهند والكارتي كانت هتبقى وصلت بسرعة فكانوا هيغطوا. ولكن مرعي تقريبا استهان بقدرات شيكوبانزا وراح بايع نفسه والكف على وشه. أحمد سامي قلب دفاع بيراميدز لما شاف الموقف كده راح مشاور لحمدي، بيتزيرا معاك، أنا هروح لبنزا. حمدي فعلا ابتدى يتحرك عشان يقطع قدام بيتزيرا، ولكن بذكاء برازيلي شديد أخد خطوة لبره قطع بيها الطريق على قليل الخبرة حمدي. وبالتالي لما شيكوبانزا عدل نفسه ولعب التمريرة بقدمه القوية كان حمدي مقفول عليه في ظهر بيتزيرا وما يقدرش يقطع قبله أو قدامه. وشوف بقى كده مهند لاشين ووليد الكارتي بقوا فين ساعة التمرير. تخيل لو مرعي فعلا كان أخر نفسه وعطل شيكوبانزا شوية، ما افتكرش إن الهدف ده كان هيتسجل أصلا.